السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد في قناه حلويات اسماء. فيديو ديال اليوم نحضروا حلوه البهله بطريقه تحضير اللي سهله وبدون تعقيدات. اذا تبعتوا معايا المراحل اكيد غنجح معكم حتى نتوما. ودابا ندوزو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنحتاجو 250 غرام ديال الزبده خاصه بالحلوه، غادي نزيدو عليها فانيلا، شويه تاع الملحه، معلقه صغيره تاع القرفه، غادي نحاول ندمج الزبده بحال هكا بهاد الطريقه باش تجيني ساهله الخدمه تاعها. غادي نضيف عليها جوج كيسان ديال العنبه، نضيف الكاس الاول، غادي نضيف الكاس الثاني كذلك. صافي غادي ندمج السكر سنيده مع الزبده مزيان حتى يندمجوا لينا بهذا الشكل. غنخدموا الكف تاعنا حتى تذوب لنا السنيده مع الزبده. من بعد غادي نضيف جوج كيسان ديال الزيت عبار كاس العنبه كذلك، نضيف كاس الاول، غادي نضيف كاس الثاني، غادي ندمجهم مع المكونات مزيان حتى ينسجموا لينا. من بعد ما خلطت المقادير مع بعضياتهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نضيف كاس ونص ديال الزنجلان اللي محمر في الفران ومهرمش، غادي نضيف النص الاخر، غادي نضيف كذلك كاس تاع اللوز اللي محمر في الفران حتى هو مهرمش. صافي غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان. بالنسبه للوز والزنجلان تقدروا تستعملوا كميه اللي متوفره عندكم. صافي دابا في هذه المرحله غادي نبدا نضيف الدقيق اللي غربلته من قبل، ونبدا نضيف فيه بالتدريج وانا كنخلط. غنضيف كذلك معاه 3 الخمارات، صافي غادي نستعمل بهذه الطريقه. انا كنضيف الدقيق بالتدريج حتى تجمع ليا العجين. من بعد نقول لكم شحال كفاني ديال الدقيق. بعد ما جمعت العجينه البنات كيف ما كتشوفوا معايا كفاني 800 غرام ديال الفبراس. كيبقى على حسب الدقيق واش كيتشرب ولا لا، يعني تقدر تزيدي تقدر تنقصي. هنا 800 غرام عبار 8 كيسان ديال العنبه. غادي نبدا نشكل كويرات بهذا الشكل بالنسبه للحجم على حسب الحجم اللي بغيتي. صافي غادي نبدا نشكل بهذا الشكل. غادي ناخذ لاطه اللي غادي ندخلها الفران، غادي نوضع فيها الحلوه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي.
بعد ما شكلت كوارع ديال الحلوى كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ندخلوها الفران اللي مشعل غير من الفوق حتى تشقق لينا. عاد ديك الساعه نشعلوا عليها تحمر من التحت، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي تاع البهله اللي حضرنا اليوم. بعد ما خرجت البنات اللاطه من الفرن كيف ما كتشوفوا معايا تحمرات لينا الحلوى مزيان على هذا الشكل. كيجي هذا هو الشكل النهائي تاعها كيف ما كتشوفوا معايا، راه كتجي مشقه كامله وناجحه. الا تبعتوا المراحل اكيد غتنجح معكم حتى نتوما. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.